التاني الاعدادي. عندنا النهارده يا مستر معتز درسنا الاول في الوحده الخطيره، الوحده الطويله، اخطر وحده عندنا هي الوحده الثالثه. بنتكلم النهارده عن درس الزراعه وفي قاره اسيا وقاره اوروبا. فلو انت اول مره تتفرج علينا استجمعنا باللايك وشارك في القناه، تصدق على في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. الدرس اللي عامل قلق، احنا النهارده جايين ان شاء الله نظبط امور. ركز معايا من الاول للاخر واعرف اسئلته بتيجي ازاي وبنعمل ايه عشان تبقى سهله معاك في المذاكره. يلا بينا. اول حاجه هنتكلم عنها هي الزراعه طبعا في قاره اسيا وقاره اوروبا. دور الزراعه، نبدا بقاره اسيا. اول جزئيه سهله جدا، فيها حاجات احنا قلناها في الدرس الاولاني لما قلنا يعمل بالنشاط الزراعي في قاره اسيا نحو خمس السكان. يعمل بالزراعه في قاره اسيا خمس السكان، يعني خمس القوى العامله اللي هي تتراوح من عمر كام؟ من 15 ل 64. طيب مساحه الاراضي الزراعيه طبعا عندك كام؟ بتمثل كام في الدخل القومي؟ مش مساحه الاراضي الزراعيه، دخلها القومي، يعني هي بتعتمد على الزراعه في الفلوس 7.2% من الدخل القومي. يبقى انا دلوقتي هقول لك اللي شغالين بالزراعه في قاره اسيا خمس القوى العامله، الزراعه بتدخل لاسيا كام؟ 7.2% من الدخل القومي. والكلام ده كله 2023، يعني احصائيات كلها جديده. طيب ده كان اسيا. التاني هيكون مين؟ التاني هيكون اوروبا. طب بيشتغل في اوروبا، قلناها برضو الدرس الاولاني 4%. يبقى بيشتغل بالقوى العامله بالزراعه في قاره اوروبا كام؟ 4%. طيب بالنسبه للدخل القومي في الزراعه اوروبا كام؟ 1.7% من الدخل القومي. يعني اوروبا ما بتعتمدش على الزراعه في دخلها، تعتمد على الصناعه والحاجات التانيه. طيب يبقى تاني كده، القوى العامله للزراعه في اوروبا 4%، الدخل من الزراعه في اوروبا 1.7. كده اول جزئيه زي ما احنا قلنا، الجزئيه السهله. طيب يا باشا، الانخفاض الكبير في عدد العاملين بالزراعه في قاره اوروبا، انا بقول لك 4%، يعني عدد اللي شغالين بالزراعه في اوروبا قليل جدا جدا جدا. تقول لي ليه؟ بما تفسر. اقول لك بسبب التوسع الكبير في استخدام الاساليب العلميه الحديثه في عمليه الزراعه. تاني يا باشا نقول له التوسع الكبير في استخدام الاساليب العلميه الحديثه في عمليه الزراعه. اتنين، اتجاه العاملين الى انشطه اخرى او مهن اخرى بدل من الزراعه. يبقى اتنين، اتجاه العاملين في النشاط الزراعي الى مهن اخرى، يعني بيسيبوا الزراعه، يشتغل بالصناعه، يشتغل بالتعدين، يشتغل بالخدمات، يشتغل باي حاجه وبيسيب الزراعه. يبقى عشان هم بيعتمدوا على تكنولوجيا علميه حديثه في الزراعه متطوره، وكمان عشان هم يا باشا بيسيبوا الزراعه ويشتغلوا بمهن اخرى. السؤال ده مهم جدا تخلي بالك منه. مساحه الاراضي الزراعيه، مساحه الاراضي الزراعيه اللي موجوده الاول في العالم كله، قال لك مساحه الاراضي الزراعيه في العالم 17.5 مليون كيلو متر مربع. 17.5 مليون كيلو متر مربع. هنبدا بمين يا مستر؟ هنبدا طبعا باكبر واحده اللي هي مين؟ اللي هي اسيا. واخده كام من ال 17 ونص؟ هي الاول مرتبه اولى زي ما احنا قلنا، واخده 6.8% من مليون فدان. 6.8 مليون فدان. طيب يا مستر معتز، وايه تاني يا مستر؟ قال لك يا باشا تمتلك قاره اسيا مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه. طبعا هي المرتبه الاولى، فمعنى كده ان هي عندها ايه؟ اراضي زراعيه كبيره. هيجي يقول لك بما تفسر، تقول له بسبب اتساع مساحتها. دي سهله ومتكرره كتير. اتنين بقى اللي عاوزك تركز فيها، يعني دي اتنين، واتنين دي طلع منها سؤال. يعني واحد، اتساع مساحه الاراضي الزراعيه. اتنين، تحول مساحات من منحدرات الجبال الى مدرجات زراعيه كما في الصين واليابان والفلبين واندونيسيا. يبقى واحد هتبقى ايه؟ اتساع مساحه اراضيها او اتساع مساحتها. اتنين هنقول له تحول مساحات من منحدرات الجبال الى مدرجات زراعيه كما في الصين، اليابان، اندونيسيا، الفلبين. يجي يقول لك بما تفسر بقى ديت لوحدها، تقول له توفير الغذاء لاعداد كبيره من السكان. لتوفير الغذاء لاعداد كبيره من السكان. يبقى اسيا مرتبه اولى في الارض، في الاراضي الزراعيه، واخده 6.8 مليون كيلومتر مربع. المساحه الكبيره دي جايه منين؟ من اتساع مساحتها وتحول مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه من الجبال الى مدرجات صالحه للزراعه زي الصين وزي اليابان وزي الفلبين وزي اندونيسيا. الكلام ده كله ليه؟ لتوفير الغذاء لاعداد السكان. طيب تركز الاراضي الزراعيه، تركز الاراضي الزراعيه بيجي لك تتركز فين؟ دلل، هتقول له المناطق ذات المناخ المعتدل، هتقول له العديد من الجزر، هتقول له مناطق السهول الفيضيه والانهار، هتقول له الدول ذات المساحات الكبيره. تاني هقول له المناطق ذات المناخ المعتدل، هقول له العديد من الجزر، هقول له مناطق ذات السهول
الفيضيه اللي هي الانهار، اقول له الدول ذات مساحه الاراضي الزراعيه. دي كده العناوين. طب ايه اللي تحت العناوين؟ اللي تحت العناوين ده الكلام اللي موجود في الخريطه اللي انا المفروض اقوله لك على الخريطه، فقلت طلعته لك نظري عشان انت مش هتعرف تحفظهم على الخريطه، وكمان احفظه لك على الخريطه. يلا بينا. المناطق ذات المناخ المعتدل تقول له كما في السواحل كما في المناطق الساحليه على على سواحل الصين واليابان. هتقول له المناطق الساحليه كما في سواحل الصين واليابان. طيب هقول له في العديد من الجزر زي جزر جاوا واليابان، الجزر زي جاوا واليابان. طيب السهول الفيضيه للانهار اللي هي الانهار اللي احنا حافظينها من الترم الاولاني، نهر اليانجتسي، نهر الجنج، نهر امور، نهر السند، نهر دجله والفرات، كل الانهار اللي عندنا. طيب عندي الدول ذات المساحات الكبيره، لازم أن تركز فيه عشان بتيجي صح وغلط وبتيجي فين صوب والكلام ده كله. في اسيا هيبقى الصين الاولى، الهند، الثانيه الصين. الاولى الهند والثانيه هتكون الصين. طيب مساحه الاراضي الزراعيه في قاره اوروبا، مساحه الاراضي الزراعيه في قاره اوروبا فهي المرتبه الثانيه على مستوى العالم. ليه؟ يعني عندها كام؟ عندها 3 مليون كيلومتر مربع، 3 مليون كيلومتر مربع. تمتلك الاراضي الزراعيه في اسيا تلت، في اوروبا تلت. تمتلك الاراضي الزراعيه في اوروبا تلت مساحه القاره، يعني الاراضي الزراعيه في اوروبا تلت مساحه القاره. هتقول له بقى تفسر، هتقول له موقعها في العروض المعتدله باستثناء اطرافها الشماليه. موقعها في العروض المعتدله باستثناء اطرافها الشماليه. اثنين، التقدم العلمي والتكنولوجي، التوسع في استصلاح الاراضي الزراعيه. وبسبب التقدم العلمي والتكنولوجي والتوسع في استصلاح الاراضي الزراعيه، يبقى مساحه الاراضي الزراعيه في اوروبا كام؟ تلت. طيب متركزين فين يا باشا؟ دي لوحدها، دي لوحدها اكمل يا باشا اهوت، دي لوحدها اكمل. اقليم نقط السهل الاوروبي العظيم، اقليم نقط السهل الاوروبي العظيم، وهم السهول الفيضيه اللي فيها انهار زي الفولجا، زي الدانوب، زي الراين. انا ملاحظ يا مستر معتز ان الانهار دي ما اتغيرتش، هي بتاعت الترم الاولاني. برافو عليك، عشان كده لما نيجي نعمل الخريطه هتحس ان انت حافظها لانها كلها من الترم الاولاني. طيب تاني حاجه، مساحه كبيره من الدول، ركز بقى معايا، ايطاليا، اسبانيا، اليونان، برتغال. يبقى الدول اللي مساحتها عندها مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه هتبقى ايطاليا، اسبانيا، يونان، برتغال. طيب اولى الدول من حيث مساحه الاراضي الزراعيه، روسيا تليها اوكرانيا، روسيا تليها اوكرانيا. يبقى اكبر الدول في قاره اوروبا فيها اراضي زراعيه روسيا، ثاني واحده مين؟ اوكرانيا. طب يا مستر معتز كده احنا في الحاجات السهله منه لغايه دلوقتي. طيب دي ايه يا مستر معتز؟ دي هتكون الخريطه اللي احنا عايزينك تركز فيها. تمام. طبعا نفس كل حاجه في الترم الاولاني، محيط هندي، محيط هادي، طبعا انت مطالب بالحاجات دي كلها. محيط قطبي شمالي، تمام كده مستر معتز؟ تمام يا باشا. بحر العرب، ركز عشان هنقوله كمان شويه في الصيد. خليج بنغال، ركز برضو معايا. ايه تاني يا باشا؟ كمل يا باشا. بحر اليابان، جميل جدا يا مستر معتز. البحر طبعا الاحمر، خليج عدن. تمام، تمام جدا. دي حدودنا، دي حدودنا. الجزر يا باشا، عندنا يا باشا جزيرة اليابان، تحت كده جزيرة جاوا. يبقى جزيرة اليابان وجزيرة جاوا. طب يا مستر معتز في ايه تاني؟ تعال نخش على الانهار اللي احنا بنتكلم عنها. نهر السند، نهر الجنج. يبقى الهند اهي، دي الهند، فيها فوق هنا السند، هنا الجنج. هنخش على قارة اسيا زي ما احنا ماشيين، دولة الصين، هنلاقي يانجتسي، هنلاقي ايه؟ يانجتسي. هنطلع فوق كده شويه هنلاقي نهر ايه؟ امور. يبقى السند، الجنج، يانجتسي، امور. جميل جدا يا مستر معتز. طبعا هنخش على العراق الناحيه ديت، هتلاقي الفرات وهتلاقي دجله. يبقى دجله والفرات، دجله والفرات. جميل جدا لغايه دلوقتي. طبعا الانهار اللي موجوده فوق دي مش هنتكلم عنها. ليه يا مستر معتز؟ لانها ولاد بتبقى في الشتاء متجمده. هو اصلا في الانهار اللي فوق ما جابش سيره ولا اوب، ولا جاب سيره يانسي، ولا جاب سيره ايه؟ لينا. ليه؟ لانها متجمدين فما بنعتمدش عليها ولا بنجيب سيرتها. طب خش يا مستر معتز على اوروبا. تعال يا باشا، البحر المتوسط، البحر الاسود، بحر قزوين. البحر المتوسط، البحر الاسود، بحر قزوين. جميل جدا يا مستر معتز. نهر يبقى الفولجا، يبقى عند قزوين نهر الفولجا.
تمام. عند الاسود الدانوب، علم كده، عند الاسود الدانوب، يبقى اللي عند بحر الشمال الراين. يبقى الانهار فولجا، دانوب، راين. وده يا مستر ايه؟ ده بحر الشمال. تمام. وده محيط اطلنطي. كل الكلام ده انت بتقوله ليه يا مستر معتز؟ هنحتاجه كمان شويه في الثروه الحيوانيه. دي كده مراجعه سريعه على الخريطه، ولسه مكملين مع بعض في موضوع الخرايط، وفيديو مخصوص جدا جدا للخرايط. طيب ايه اللي بعد كده يا مستر؟ انماط الزراعه على مستوى العالم هم 4 انماط. يعني ايه انماط الزراعه؟ يعني انواع الزراعه. اول حاجه تتعدد انماط الزراعه في اسيا واوروبا، واكثرها انتشارا، وحد الله كده وصلي على رسول الله. اكثرها، ركز بقى، اكثر حاجه منتشره يا اما الكثيفه، يا اما الواسعه، يا اما المختلطه. تمام. هو في حاجه تانية؟ طبعا في البسيطه، ودي بتلاقي عدد صغير جدا من سكان اسيا اللي شغالين بيها. وانا بتكلم على اسيا واوروبا، لكن هي موجوده في دول تانية. طب يا مستر معتز، تعال نشوف يا باشا كده. عندك انماط الزراعه: 1، 2، 3، 4. تمام. الزراعه البسيطه موجوده في مساحات صغيره في جنوب شرق اسيا. يبقى البسيطه فين؟ في مساحات صغيره في جنوب شرق اسيا. طب الزراعه الكثيفه موجوده فين؟ قال لك تتم على مرتين او اكثر في العام. يتم زراعه الارض مرتين او اكثر في العام. طيب خصائصها يعني موجوده فين؟ قال لك تنتشر في المناطق المزدحمه بالسكان. يبقى ايه الزراعه اللي بتنتشر في المناطق المزدحمه بالسكان؟ هتكون يا باشا الزراعه الكثيفه. طب هي فين؟ قال لك تنتشر في مناطق السهول الفيضيه. تنتشر في مناطق السهول الفيضيه بقاره اسيا، بينما توجد في مساحات محدوده بقاره اوروبا. يبقى هي موجوده اكتر فين؟ موجوده اكتر في اسيا. يبقى تاني الزراعه الكثيفه تتم مرتين او اكثر في العام، بتكون او بتنتشر في المناطق مزدحمه السكان، تنتشر في مناطق السهول الفيضيه بقاره اسيا، ومناطق ضئيله جدا في قاره ايه؟ قاره اوروبا. طيب الزراعه الواسعه قال لك خصائصها تعتمد على الالات بصوره واضحه. يبقى دلوقتي زراعه تعتمد على الالات، يبقى الزراعه الايه يا باشا؟ الواسعه. طب يا مستر معتز، هذا النمط يعني الزراعه الواسعه تتطلب راس مال كبير او ضخم، بما تفسر؟ هتقول له لتوفير الالات، عشان الالات دي محتاجه فلوس، ومد الطرق. يبقى لتوفير الالات ومد الطرق. مناطق انتشارها قال لك يا باشا تنتشر في مناطق السهول الواسعه. يبقى ايه الزراعه اللي بتنتشر في مناطق السهول الواسعه؟ من اسمها يبقى الزراعه الواسعه. طيب مين الدول اللي في قارة آسيا شغالة بالزراعة الواسعة؟ كازاخستان وأوزبكستان. وتخلي بالك كازاخستان وأوزبكستان دول في آسيا. طب لو قلنا في أوروبا وأنت مغمض مفيش غيرهم اتكرروا هيتكرروا عندك، مين يا مستر معتز؟ أوكرانيا وروسيا. أوكرانيا وروسيا. طيب كده خلصنا من الواسعة، نخش على المختلطة. من اسمها تتميز معظم مناطق الزراعة المختلطة بارتفاع عدد السكان، وتنتشر في نقط في المدن المليونية. يعني ايه مدن مليونية يا اولاد؟ يعني المدن اللي بيزيد عدد سكانها عن المليون. كل ما السكان تزيد عن المليون فدي اسمها مدينة ايه؟ مليونية. قال لك تنتشر في مساحات كبيرة، في تركيا، علم يا باشا، وروسيا يا باشا، واوكرانيا والمانيا. يبقى الزراعه المختلطه موجوده فين؟ تركيا، روسيا، اوكرانيا، المانيا. تاني تركيا، روسيا، اوكرانيا، المانيا. تمام كده يا باشا. كده احنا شرحنا ايه؟ انماط الزراعه. تمام. لكن الاكثر انتشارا ايه؟ وتخلي بالك منها كنوع من صح وغلط: الكثيفه، الواسعه، المختلطه. طب ايه تاني يا مستر معتز هنتكلم؟ هتقول لي اصلا يعني ايه يا مستر معتز زراعه مختلطه؟ اقول لك يا باشا يقصد بها هي يا باشا قيام المزارعين يعني الفلاحين بزراعه وتربيه الحيوانات والدواجن لاغراض التجاره والاستهلاك المحلي. يبقى الزراعه المختلطه كده يا باشا يقصد بها قيام المزارعين بالزراعه وتربيه الحيوانات والدواجن لاغراض التجاره والاستهلاك المحلي. اهم المحاصيل ايه يا مستر معتز؟ دخلنا في المدعكه اللي انا عاوزك تركز فيها جدا جدا جدا. اهم المحاصيل، تتنوع المحاصيل في قاره اسيا واوروبا، لكن بتتنوع اكتر في اسيا عن اوروبا. يجي هنا دايما تفسر وتيجي صح وغلط. المحاصيل متنوعه في قاره اسيا اكتر من اوروبا، صح ولا غلط؟ صح. بما تفسر يا مستر؟ هتقول له بسبب التنوع الاقاليم المناخيه في القاره، اللي هي قاره مين؟ اسيا. التنوع الاقاليم المناخيه في قاره اسيا. طب تنقسم المحاصيل الزراعيه في قاره اسيا واوروبا الى على المعتاد بتاع السنه اللي فاتت: حبوب غذائيه، ومنبهات، ودرنيه، وسكريه،
اهميه ذات اهميه خاصه والزيتيه. طب يا عم معتز، نبدا الحبوب الغذائيه. هنا هنتكلم عن 4 انواع، وهو القمح الارز، الذره الشاميه، الشلم. طيب ده يا مستر الحاجات دي، في حاجات انت اول مره تسمع عنها، برافو عليك، عشان هي مش عندنا فمش هنسمع عنها ولا هنشوفها. تعال نشوف بقى ونعلم ونتك على الكلام الجميل. القمح اقدم واهم المحاصيل او الحبوب الغذائيه واكثرها قيمه. القمح اهم، اقدم، اكثرها قيمه، واعظمها انتشارا. حياتنا كلها قايمه على القمح، لان القمح ده هو الدقيق. جميل. اسيا الاولى عالميا. عالميا ليه؟ يعني بتنتج كام؟ 44%. يا جدع مفيش كلام. تعال نشوف. الصين مرتبه اولى عالميا، تليها الهند. يبقى اكتر قاره اسيا، اكتر دوله الصين، يليها مين؟ الهند. طب اوروبا قال لك المرتبه الثانيه، يعني اسيا اولى، اوروبا ثانيه. عندها كام؟ عندها تلت. والدوله مين؟ خلصنا بقى، روسيا وفرنسا. روسيا وفرنسا. نركز بقى عشان الحاجات دي بتيجي خطأ. يبقى تاني عد للقمح، اسيا اولى، اوروبا ثانيه. دوله الصين، ثانيه هند. اوروبا دوله هتبقى روسيا، ثانيه فرنسا. طيب تاني محصول الرز، اللي انت ما بتقدرش تستغنى عنه، هو تاني اهم الحبوب الغذائيه، لان القمح هو الاول. طيب اسيا هي الاولى عالميا، عندها 90% عام الانتاج العالمي من الرز، فهي الاولى عالميا، فهي المتربعه اصلا على انتاج الرز في العالم. تحتل الهند والصين المركز الاول والثاني على مستوى العالم. هنا دي ايه يا مستر معتز؟ ده اللي هتقول له حيث ينتجان الاثنين نص الانتاج العالمي. نص انتاج الرز طالع منين؟ طالع من الصين والهند، او بالظبط من الهند والصين. نص، نص الانتاج. اكيد يا مستر معتز مغرقنا رز، ولا بيبيعوا ولا رز، وتصدير الرز قليل جدا عندهم. قال لك على الرغم من الانتاج الكبير للارز، فلا يدخل في التجاره الدوليه. لا يدخل، الموضوع انتهى. الا بنسبه ضئيله. ليه يا مستر؟ هنا ممكن اقول لك انا بقى بما تفسر، فانت تقول لي وذلك لان معظم الانتاج يستهلك محليا. ليه بياكلوه؟ لان معظم الانتاج يستهلك محليا. اولى اوروبا. تعال بقى نشوف اوروبا عندها ما كملش نص في المية. نص في المية ده من الانتاج العالمي. تركز في دي بقى عشان الدول المختلفه هي اهم حاجه هو يعتمد عليها. الرز في اوروبا ايطاليا. الرز في اوروبا يعني ايطاليا. الرز في اوروبا يعني ايطاليا. طب تمام. ايه يا مستر معتز اللي بعد كده؟ اللي بعد كده يا باشا هيكون الذره الشاميه والشلم. ده برضو محصول غذائي. احنا ما عندناش الشلم ده لان احنا مش في المناطق، او من شروط زراعته مش عندنا خالص. تعال نشوف الذره الشاميه، فهتلاقي الاولى برضو اسيا، هتلاقي الثانيه اوروبا. فالمركز الاول كان افريقيا السنه اللي فاتت، فاسيا هتكون مركز تاني. بتنتج كام؟ بتنتج تلت. اولى الدول مين؟ الصين، ودي مرتبه عالميه. يعني هي اولى في اسيا، واولى وتانيه عالميه. اوروبا يا مستر 4، تنتج عشر الانتاج. مين الدوله؟ اوكرانيا. ماشي يا باشا. تساهم الذره الشاميه بنصيب محدود في الانتاج التجاري العالمي. ده ليه بقى مستر معتز؟ قال لك يرجع ذلك لاستهلاك معظم الانتاج في مناطق الزراعه. يرجع ذلك الى استهلاك معظم الانتاج في مناطق الزراعه. في مشكله؟ تقول لي لا. اقول لك يلا الشلم يشبه القمح، يعني شكل القمح يشبه القمح، ويعد الشلم ده المحصول الرئيسي لصناعه الخبز لسكان الريف الاوروبي. اكتب ما تشير. ظروف زراعته تتجه زراعته في المناطق يا باشا البارده الرطبه. عشان كده مش موجود عندنا في افريقيا. البارده الرطبه فمش موجود عندي في افريقيا. فتلاقي مين اكتر قاره؟ اوروبا مركز اول وتنتج 80%. يبقى الشلم اوروبا مركز اول وتنتج كام عام؟ 80%. طيب الدوله في اوروبا مين؟ هتكون المانيا. يبقى الرز من شويه كان مين؟ كان ايطاليا. طيب والشلم دلوقتي المانيا. المانيا لوحدها عندها ربع الانتاج العالمي. طيب اسيا يا مستر معتز؟ قال لك دي في المركز الثاني، عندها كام؟ 10%، لان البرد اللي راتب ده عندها حته منه.
طب مين هتكون الدوله؟ هتكون الصين. اولى في افريقيا، اولى في ايه؟ في اسيا، معلش. تمام. تمام كده. في مشكله في الشرم؟ تقول لي لا يا مستر، مفيش مشكله خالص في الحبوب الغذائيه كلها. اقول لك طيب هناخد دي تاني يا باشا. الدرانيه. الدرانيه السنه دي هي العاديه بتاعتك، البطاطس والبطاطا. لكن السنه اللي فاتت في افريقيا كنا بنتكلم عن، ها فاكر يلا؟ كانت ايه؟ اليام والكثافه. لكن دلوقتي الطبيعي منه هو ايه بقى؟ ها، هو البطاطس وهي البطاطا. البطاطس رابع اهم الحبوب او المحاصيل الغذائيه. رابع اهم المحاصيل الغذائيه، يعني هي رقم اربعه بعد القمح اللي هو رقم واحد، بعد الذره، بعد الارز، هي تيجي البطاطس. تحتاج زراعه البطاطس لمناخ معتدل. كلام واضح، مناخ معتدل. يعني برد لا، حر لا. يعني برد شديد مش هطلع، حر شديد مش هطلع، انا ما بطلعش غير في المناطق المعتدله. فعندي اسيا هي مركز اول، بتنتج نص الانتاج. طيب تنتج الصين الربع. يبقى اسيا اولى، الصين ايه؟ اولى. اسيا اولى كقاره، الصين اولى كدوله، ماشي. اوروبا مركز تاني في البطاطس، تنتج ربع. تمام. مين الدوله؟ اوكرانيا، وبعد كده روسيا. يبقى البطاطس اسيا اولى، اوروبا ثانيه، الصين اولى، اوكرانيا اولى. الصين اولى في ايه؟ في اسيا، اوكرانيا اولى في اوروبا. تمام تمام. طيب البطاطا تزرع في المناطق المداريه والدافئه. يبقى هي كده مش موجوده فين؟ في اوروبا. ليه؟ لان قال لك مداريه، ومداريه يعني مناطق حاره. فاسيا يجي مركز اول. تمام. وتنتج ثلثين، ثلثين. والدوله الصين واخده نص. خلي بالك الصين هي واخده كل حاجه لغايه دلوقتي. الصين هي الاولى بعد القمح، القمح كانت الهند. تمام تمام. وفي اوروبا لا يتم زراعه البطاطا. يعني انا وانت لو عملنا عربيتين بطاطا ومشينا نزرع نبيع بيها في اوروبا هنكسب الشهر. تمام تمام. لان الناس دي ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش بطاطا، لانهم في المناطق المعتدله والدافئه. تمام كده. واحنا عاوزين مناطق مداريه. طيب محاصيل المنبهات اللي احنا عارفينها من السنه اللي فاتت وما اتغيرتش ومش هتتغير، هيكون الانتاج يا باشا يختلف انتاجها في قاره اسيا. يعني كمان في اسيا اهمها الشاي، البن، الكاكاو. وده محاصيل مداريه نقديه. يبقى الثلاثه مش موجودين في اوروبا، الموضوع كده انتهى. مش موجودين فين؟ في اوروبا. لا تزرع في اوروبا. طيب الشاي مركز اول، البن مركز ثاني، الكاكاو مركز ثالث. الشاي مركز اول 90%، البن مركز ثاني تلت الانتاج، الكاكاو مركز ثالث وتنتج عشر الانتاج. طب يا باشا كده خلصنا من المنبهات. محاصيل السكريات. السكر هم محصولين بس اللي بننتج منهم السكر، ما لهمش تالت. يا اما قصب السكر يا اما بنجر السكر. قصب السكر ظروف زراعته محصول مداري، واولى القارات هتحتل اسيا المركز الاول عالميا، واولى الدول هتكون الهند. كده النهارده الهند مرتين، الهند فيه القمح والهند فيه قصب السكر، ده المرتبه الاولى. البنجر ده يا باشا ينتشر في المناطق المعتدله، فهتلاقي اوروبا اول القارات وفي روسيا، وتلاقي في اسيا برضه تركيا. تمام. اوروبا بقى يا باشا تاتي اوروبا في المرتبه الاولى، فان اولى الدول منها مين؟ روسيا. وفي اسيا مين؟ تركيا. يبقى انا كده خلصت كمان محاصيل السكريه. طيب المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه زي المطاط. يعني ايه زي المحاصيل ذات الطبيعه الخاصه؟ يعني بيحتاج شروط زراعه صعبه جدا. تمام. فانا مش هتكلم عن ظروف زراعته، لكن هقول لك هو محصول مداري، يبقى عاوز درجه حراره مرتفعه. يبقى المطاط مش موجود فينا مستر معتد، المطاط مش موجود في اوروبا. الاهميه يستخدم في صناعه الاطارات. اولى القارات اسيا، اولى القارات اسيا. طب اولى الدول تايلاند. يبقى اولى القارات اسيا واولى الدول تايلاند. وركز في موضوع تايلاند ده عشان الحاجات المختلفه هي اكتر نقط لازم تخلي بالك منها. طيب ايه المحاصيل الزيتيه؟ ايه المحاصيل الزيتيه اللي بنصنع منها الزيت؟ زي الزيتون موجود في اسيا واوروبا، لكن زيت النخيل موجود في اسيا بس. طيب ايه تاني يا عم معتز عندنا؟ كده اصلا احنا خلصنا الزراعه. هنتكلم عن المشاكل اللي بتواجه
الزراعه. المشاكل اللي بتواجه الزراعه، تواجه الزراعه في قاره اسيا واوروبا العديد من المشكلات. اول حاجه المشكلات المرتبطه بالتغيرات المناخيه، زي ارتفاع درجات الحراره او انخفاض درجات الحراره اللي هي موجات الحراره والبروده، وتكرار العواصف الهوائيه والرمليه والترابيه والثلجيه والفيضانات. كل ده من النتائج، ناتج عن ذلك جميعها تؤثر سلبا على انتاجيه وجوده المحاصيل الزراعيه. جميعها تؤدي الى تؤثر على انتاجيه وجوده المحاصيل الزراعيه. طب تاني مشكله عندي مشكله التربه الزراعيه. ايه مشكله التربه الزراعيه؟ تعرض التربه الزراعيه نتيجه للمياه والرياح والجليد والزراعه الكثيفه. كمان تاني حاجه استخدام الافراط في استخدام الاسمده الكيماويه. فهيجي يقول لك ما النتائج هنا يا باشا، تقول له يؤثر على جوده التربه، يؤثر على جوده التربه. اتنين، تلوث التربه. هيجي يقول لك بقى تفسر تلوث التربه، هتقول له بسبب الثورانات البركانيه وصرف المخلفات الزراعيه والصناعيه والصرف التعدين والصحي. تحتل اسيا المركز الاول عالميا في تلوث التربه، اكتر قاره عندها تلوث تربه. هتقول لي اوروبا، اقول لك سادس. اوروبا سادس يعني اخر واحد. يبقى هنا عندي الافراط في استخدام الاسمده، ما النتائج؟ تقول له يؤثر سلبا على جوده الارض الزراعيه. تقول لي تلوث التربه بقى تفسر، هتقول لك بسبب الايه؟ الثورانات البركانيه وصرف المخلفات الصناعيه والتعدينيه والصحيه والزراعيه. تمام. طيب ثالث مشكله الزياده السكانيه. طبعا الزياده السكانيه فهتخليني ازرع كتير، فاستهلك التربه كتير، فالدنيا تبوظ مني كتير. تتركز مشكله السكانيه في قاره اسيا. ما النتائج؟ هتقول له ادت الزياده السكانيه في قاره اوروبا في قاره اسيا الى زياده الضغط على الاراضي الزراعيه اكثر من مره في العام الواحد، واستخدام المبيدات الكيماويه والاسمده الزراعيه. ادت الزياده السكانيه الكبيره بها الى زياده الضغط على الاراضي الزراعيه بها، ادى اكثر من مره الى استخدام المبيدات والاسمده. رابع مشكله وهي تغيير استخدام الاراضي الزراعيه. هي تغيير الاراضي الزراعيه ان احنا بقينا نبني على الاراضي الزراعيه مصانع، مباني، بيوت براحتنا بقى. تحول مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه الى استخدامات اخرى كاستخدامات الحضريه والصناعيه. حضريه يعني نبني عليها، وصناعيه يعني نعمل مصانع عليها. ما النتائج بقى يا مستر؟ نقص مساحه الاراضي الزراعيه واتجاه عدد كبير للعاملين في الزراعه لانشطه اخرى اكثر ربحا. يبقى اول حاجه هتقل الاراضي الزراعيه، ثاني حاجه الناس اللي شغاله بالزراعه تسيب الزراعه وتروح تشتغل في حرف اكثر ربحا تكسبهم اكتر. اخر مشكله عندنا وهي هجمات اسراب الجراد. مترتب على ذلك يا باشا ايه؟ التهام. يعني ما النتائج مترتبه على اسراب الجراد؟ التهام اعداد كبيره من المحاصيل الزراعيه. كده يا باشا خلصنا فعليا المشاكل الزراعيه والزراعه. هنبدا بقى مستر معتز الثروه الحيوانيه في قاره اسيا وقاره اوروبا. يبقى المراعي الطبيعيه في قاره اسيا وقاره اوروبا والثروه الحيوانيه. ابدا بالمراعي. ايوه مساحه المراعي، نركز في النقطه دي لان دي اكمل المراعي. ضعف مساحه الاراضي الزراعيه. تمثل المراعي في العالم ضعف مساحه الاراضي الزراعيه. يعني لو الاراضي الزراعيه 10 يبقى المراعي 20، 15 يبقى المراعي 30. تمام. فدي تخلي بالك منها. طبعا اسيا هي اكثر واحده عندها مراعي في العالم، حيث تمتلك تلت مساحه مراعي العالم. تلت مساحه مراعي العالم. اولى الدول الصين يليها، هي المرتبه الاولى. طبعا هيليها الهند بعد كده، لكن دلوقتي مين اكتر دوله؟ هي الصين. طيب اوروبا تحتل المركز السادس، عندها كام في المية مستر؟ 5.3% من مساحه المراعي الطبيعيه. هتقول لي مين الدوله؟ هقول لك وانا مغمض روسيا، لان روسيا اكبر دول قاره ايه؟ اوروبا. يبقى اسيا هي الاولى، اوروبا هي السادسه، الصين هي الاولى، روسيا هي الاولى. الصين اولى في اسيا، روسيا اولى في اوروبا. اهم الدول المنتجه للثروه الحيوانيه، اهم الدول المنتجه للثروه الحيوانيه توجد في اسيا واوروبا. عدد كبير من الثروه الحيوانيه، واهمها طبعا هتلاقي ايه؟ الابقار والجاموس والاغنام والماعز والدجاج. طيب ابدا بالبقر. تعالى يا باشا نشوف البقر وضعه ايه عندنا. تعالى يا سيدي. اسيا المركز الاول في البقر وانت مغمض، حيث يوجد نحو تلت ابقار العالم. بما تفسر ليه عندها تلت بقر العالم؟ هتقول له بسبب اتساع مساحه المراعي وتنوعها
ووفره الاعلاف والرعايه البيطريه بها. يبقى عندها تلت البقر اللي بسبب اتساع مساحتها للمراعي وتنوعها ووفره الاعلاف والرعايه البيطريه. وانت مغمض من غير ما نقولها، مين اولى الدول المربيه للابقار؟ الهند. اولى الدول المنتجه للابقار الهند. طيب بالنسبه لابقار اوروبا، قال لك يا باشا اوروبا مركز خامس على مستوى العالم، تمام. تشتهر كمان بالعديد من سلالات الابقار، يعني هي مركز خامس لكن عندها ابقار مشهوره بانتاجها للحوم والالبان عالي الجوده، يعني طعمها حلو وبتنتج لحم كتير. تمام ماشي. مين اولى؟ روسيا، ما هي اكتر كانت واحده عندها مراعي طبيعيه. يبقى بالنسبه للبقر روسيا الاول، قاره اسيا، الخامسه قاره اوروبا، الاولى في الدول الصين الهند، الثانيه هنا اللي هي في اوروبا هتبقى روسيا. اسيا عندها ثلث بقر بسبب المراعي وتنوعها ووفره الاعلاف والرعايه البيطريه بها. طيب ايه الجاموسه مستر معتز؟ قال لك في 98% من الجاموس في العالم موجود في قاره ايه؟ في قاره اسيا. مين الاولى؟ الهند. يبقى الهند اولى ابقار واولى جاموس، بما تفسر تقول له حيث يوجد بها اكثر من نص اعداد الجاموس في العالم، حيث يوجد بها ايه؟ اكثر من نص اعداد الجاموس في العالم. طب بالنسبه لاوروبا والجاموس، يندر وجود الجاموس في اوروبا. طب الاغنام والماعز توجد باسيا، نص اغنام وماعز العالم. طب مين الدوله؟ هتكون الهند وبعد كده الصين. يبقى الهند ابقار، الهند جاموس، الهند اغنام. طيب بالنسبه لاوروبا يوجد 10% من الماعز في اوروبا. طب بالنسبه للاغنام يقل وجود الاغنام في اوروبا، يبقى عندها ماعز 10% لكن ما عندهاش اغنام قد كده. طيب الإبل اللي هي الجمال، قال لك يا باشا توجد في قارة آسيا 16% من أعداد إبل العالم. تتركز فين؟ في المناطق الصحراوية. تتركز فين؟ في المناطق الصحراوية. مين الدولة؟ السعودية والتانية باكستان. من الدولة السعودية والتانية مين يا أولاد؟ باكستان. طيب بالنسبة للإبل في أوروبا يندر وجود الإبل، يبقى يندر الجاموس ويندر الإبل ويقل الأغنام في أوروبا. طب الدجاج، ركز في الدجاج لأن من الحاجات اللي هتجيلنا في خطر كتير. يوجد في قارة آسيا نحو ثلثي دجاج العالم. من الدولة هتلاقيها الصين والتانية أندونيسيا. يبقى الدجاج في الصين والتانية أندونيسيا، والدجاج ده عالميا يعني الصين أولى في العالم كله. طيب في أوروبا يا باشا يوجد في أوروبا نحو عشر دجاج العالم الجديد روسيا فرنسا. على فكرة روسيا وفرنسا دي كده اتكررت معاك تاني، روسيا وفرنسا اتكرروا معاك في القمح واتكرروا معاك في الدجاج. ده ركز في النقط اللي بتجيلك في السريع دي وانت ما بتاخدش بالك منها. ادي عم الثروه الحيوانيه اللي هنتكلم عنها. في مشكله الثروه الحيوانيه؟ طبعا في مشكله كبيره جدا بتواجه الثروه الحيوانيه. على الرغم من الاعداد الكبيره من الثروه الحيوانيه والمساحات في المراعي بقاره اسيا واوروبا، فهناك مشكلات تواجه الثروه الحيوانيه بها، مثل المشكلات. ركز عشان هنا هتكلم عن مشكلات زي ايه يا مستر معتز؟ نقص مساحه المراعي الطبيعيه، انتشار عدد من الامراض بالحيوانات، والتاثر السلبي للتغيرات المناخيه. يبقى نقص مساحه المراعي الطبيعيه، انتشار عدد من امراض الحيوانات، وانتشار السلبي والتغيرات المناخيه. ممكن دي تبقى بما تفسر اللي هو يا مستر معتز تنقص مساحه المراعي في قاره اسيا. هتقول له الزحف العمراني، الرعي الجائر، التوسع الزراعي على مساحه الاراضي الزراعيه. زحف عمراني يعني هنبني، رعي جائر بنسيب الحيوانات تاكل زي وتعمل اللي هي عاوزاه. طب التوسع الزراعي يعني بنقطع الحشائش ونحولها لاراضي زراعيه. طب انتشار الامراض زي الحمى القلعيه وانفلونزا الطيور. طب التغيرات السلبيه للمناخ، يؤثر المناخ وتغيراته بالسلب على صحه الحيوان والانتاج. يبقى دي كانت تاني مشكله عندنا ولا تالت مشكله؟ تالت مشكله. كده مشكله الثروه الحيوانيه خلصت. كلامنا عن الثروه السمكيه في قاره اسيا وقاره اوروبا، اللي هي هتكون اسيا مركز اول 70%، اوروبا مركز تاني 9%. شوف الفرق، يعني إيه؟ اسيا 70، اللي بعد اسيا 9%. يا خبر ابيض، ده كارثه.
مصايد السمك طبعا زي ما انت عارف تنتشر مصايد الاسماك في قاره اسيا وقاره اوروبا على النحو الاتي: مصايد طبيعيه ومزارع اسماك. مصايد طبيعيه الانتاج منها بيكون تلت الانتاج في قاره اسيا، وفي اوروبا يعني تلات ارباع، يعني هي اكتر حد بيطلع من المصايد الطبيعيه. تمام. اهم مناطق الصيد، فانت عندك مصايد بحريه اللي انا قلتها لك على فكره من شويه في الخريطه، على البحار وعلى المحيطات وعلى الخليجان، زي المحيط الهادي قلناه، محيط هندي قلناه، محيط اطلنطي قلناه، بحر الشمال قلناه، بحر العرب قلناه، بحر المتوسط قلناه، خليج بنغال قلناه، خليج العربي قلناه، كل ده احنا قلناه. وكمان مناطق ايه كمان؟ غرب وشمال غرب اوروبا، ومناطق شرق وشمال، لا شمال شرق وجنوب شرق اوروبا برضه. كل دي مصايد ايه؟ طبيعيه. ما انا لسه قايل لك اوروبا هتكون اكتر حد، لانها ثلاث ارباع الانتاج العالمي من المصايد الطبيعيه. تمام تمام يا باشا. المصايد الداخليه اللي هي القاريه يا باشا، اللي هي الانهار والبحيرات الداخليه، ولا تتمثل في الانهار المنتشره داخل القارتين، زي انهار هوانج هو، امور، يانجتسي، ميكونج، الجانج، السند، دجله والفرات، الفولجه، الدانوب. والبحيرات ما اتغيرتش، بيكل وولدوجا. طب المزارع السمكيه، بالنسبه لمستر معتز المزارع السمكيه اتجهت اسيا للاستزراع السمكي، يعني كترت في زراعه السمك، بما تفسر مستر الزياده السكانيه الكبيره. كل حاجه في اسيا لازما بيطوروها عشان الزياده السكانيه بها. الانتاج في المزارع السمكيه يا مستر، اسيا تلتين، اسيا من الاسماك تلتين. طب في اوروبا يا باشا نحو الربع، ده من المزارع السمكيه. مشكلات الثروه السمكيه احنا في النهايه، ماشي، مشكلات تواجه الثروه السمكيه في اسيا واوروبا، عده مشكلات دلل على الكلام ده: الصيد الجائر، التلوث البيئي المتزايد، التحديات الناجمه عن التغيرات المناخيه. دي سهله جدا، يعني دي اكتر مشاكل تكون سهله عندنا: صيد جائر، تلوث بيئي متزايد، التحديات الناجمه عن التغيرات المناخيه. طب انا عندي مشاكل ملهاش حلول؟ طبعا لها حلول: التنميه الزراعيه والثروه الحيوانيه والسمكيه. تبذل طبعا اسيا واوروبا جهودا كبيره لتنميه الزراعه والثروه السمكيه والحيوانيه، بما تفسر بهدف تحقيق الامن الغذائي والتنميه المستدامه. ومن الاهم، لا عندي بص، اهم حاجه عندي انبهك عليها قبل ما نخش على الحته دي. لما يجي يقول لك تبذل اسيا جهودا كبيره، تقول له انت يا باشا بهدف تحقيق الامن الغذائي والتنميه المستدامه. اهم الجهود ايه يا باشا؟ دلل بقى على الجهود، دلل على الجهود: تشجيع الزراعه الرقميه والعضويه، استخدام او استحداث اصناف مقاومه للجفاف والملوحه وتطبيق انظمه ري متطوره، تحسين السلالات الحيوانيه وتطوير الرعايه البيطريه، دعم الرعايه المستدامه التي يحقق الحفاظ على التنوع البيولوجي ومساعده الرعاه في اتخاذ قرارات اداره الاراضي وتطوير مساحه المراعي. يبقى هنقول له يا مستر معتز تشجيع الزراعه الرقميه والزراعه العضويه، استحداث اصناف محاصيل مقاومه للجفاف والملوحه وتطبيق انظمه ري متطوره، تحسين السلالات الحيوانيه وتطوير الرعايه البيطريه، دعم الرعايه المستدامه التي تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي ومساعده الرعاه. اخر حاجه دعم صغار الصيادين ودعم الاستزراع السمكي ومكافحه الامراض. اخر حاجه فعليا، ما المقصود بالزراعه الرقميه؟ تعني تحول الزراعه التقليديه اللي هي بتاعتنا اللي هي البسيطه الى زراعه ذكيه يعتمد على التقنيه الرقميه المتقدمه والبيانات الدقيقه، بهدف يا مستر تحسين كفاءه الانتاج المحاصيل الزراعيه وتحقيق الامن الغذائي. يعني من الاخر عاوز يحول الزراعه البسيطه الى زراعه متقدمه تزيد من الانتاج وتعتمد على البحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير. تعني تحويل الزراعه التقليديه الى نظام ري تقليدي او ذكائي يعتمد على التقنيه الرقميه المتقدمه والبيانات الدقيقه، بهدف تحسين كفاءه نتاج المحاصيل الزراعيه وتحقيق الامن الغذائي. بكده نكون وصلنا لنهايه درس الزراعه، درس طويل وغلس. فلو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعمل لايك، شارك في القناه، ان شاء الله في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو، فصصنا ووضحنا كل النقط. سلام.